السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبيباتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بأحسن صحة وبأفضل حال يا رب العالمين. النهاردة روتين جديد ليوم جديد، ان شاء الله روتين يعجبكم، بس يا ريت ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زرار الجرس علشان يوصلكم كل جديد. النهارده الجمعة كده، اول حاجة صحينا طلعنا المقابر، ربنا يا رب يرحم امواتنا اجمعين يا رب. بس طبعا حسيت اني مش عارفة اخد راحتي وانا بصور. رحنا زرنا المتوفيين، ربنا يرحمهم اجمعين يا رب العالمين. طبعا زيارة المقابر للعظة وعشان نحس ان الدنيا دي ملهاش اي لازمة، وان كلنا دي اخرتنا اللي احنا هننتهي بيها. فربنا يرحمهم اجمعين يا رب العالمين. هنبدأ النهارده روتين النهارده باذن الله يعجبكم، بس يا ريت ما تنسونيش في اللايك. بما ان النهارده الخميس، يبقى اساسي ورسمي كده عندنا التقليه. كده خرطت كميه بصل محترمه، حطيت عليها ملح وفلفل اسود كده وقطع زبده. وهنا اللحمه عندي لسه هتغلي وهشيل الريمه. وده البليله او حمص الشام اللي احنا نقعناه وشفتوه في الفيديو اللي فات، لسه ما سويتوه. كمان هنا برضو الترمس اللي لسه مليناه برضو ما سويتوه. بيني وبينكم كده في الخباثه، كل ما جوزي يجيب لحمه اروح مقطعه كده حتتين قطع رفيعه، واحط عليها ملح وفلفل اسود وعلى البوتاجاز كده واشويها شويه محترمه. وبعدين اروح اكلاها بقى. يا سلام على طعمها بقى، تحسوا ان انتوا بتاكلوا كباب. ما هو كباب اللي هو اللحمه مشويه. لازم 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 اول ما يجيب لي لحمه لازم اعمل الموضوع ده. بس بيني وبينكم والله مش بيهون عليا طبعا اكلها لوحدي، فبدي اولادي كل واحد كده منها قطعه. والتقليه دي خلاص كده باذن الله اساسي معانا كل خميس. انا مش مهم عندي اللحمه، انا ممكن ابقى طبخه نص كيلو، بس اللي هو يعني اساسي مادام خميس عندنا يبقى لحمه فراخ تقليه الكلام ده كله. هبدا كده اشيل الريمه. هي طبعا هتفضل تنزل ريمه كده لغايه ما احط لها الملح. وبعد كده بشيل الريمه مره واحده. انا لسه ما حطيتش ملح ولا اي حاجه، انا بحط بس ملح، شطه، فلفل اسود بس، بصلايه كده صغيره زي ما انتم شايفينها معايا. ومش بضيف اي حاجه تاني لشوربه اللحمه. لكن الفراخ ممكن احط طماطمايه، احط فصين توم، لان الفراخ بتكون فيها زفاره شويه غير اللحمه. وطبعا التقليه مادام في تقليه يبقى برضو اساسي الرقاق. لازم بتخرطي كميه بصل كده اللي هو كميه محترمه، يعني اللي هو علشان تحسي ان، لان البصل معاكي كل ما بيستوي بيدبل، فبتقلي الكميه طبعا. يعني عن كده تفضلي بقى تقلبي 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 لغايه ما البصله بتاعتك تاخد اللون البني. بما ان النهارده الخميس، يبقى اساسي ورسمي كده عندنا التقليه. كده خرطت كميه بصل محترمه، حطيت عليها ملح وفلفل اسود كده وقطع زبده. وهنا اللحمه عندي لسه هتغلي وهشيل الريمه. وده البليله او حمص الشام اللي احنا نقعناه وشفتوه في الفيديو اللي فات، لسه ما سويتوه. كمان هنا برضو الترمس اللي لسه مليناه برضو ما سويتوه. بيني وبينكم كده في الخباثه، كل ما جوزي يجيب لحمه اروح مقطعه كده حتتين قطع رفيعه، واحط عليها ملح وفلفل اسود وعلى البوتاجاز كده واشويها شويه محترمه. وبعدين اروح اكلاها بقى. يا سلام على طعمها بقى، تحسوا ان انتوا بتاكلوا كباب. ما هو كباب اللي هو اللحمه مشويه. لازم 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 اول ما يجيب لي لحمه لازم اعمل الموضوع ده. بس بيني وبينكم والله مش بيهون عليا طبعا اكلها لوحدي، فبدي اولادي كل واحد كده منها قطعه. والتقليه دي خلاص كده باذن الله اساسي معانا كل خميس. انا مش مهم عندي اللحمه، انا ممكن ابقى طبخه نص كيلو، بس اللي هو يعني اساسي مادام خميس عندنا يبقى لحمه فراخ تقليه الكلام ده كله. هبدا كده اشيل الريمه. هي طبعا هتفضل تنزل ريمه كده لغايه ما احط لها الملح. وبعد كده بشيل الريمه مره واحده. انا لسه ما حطيتش ملح ولا اي حاجه، انا بحط بس ملح، شطه، فلفل اسود بس، بصلايه كده صغيره زي ما انتم شايفينها معايا.
ومش بضيف اي حاجه تاني لشوربه اللحمه. لكن الفراخ ممكن احط طماطمايه، احط فصين توم، لان الفراخ بتكون ايه فيها زفاره شويه غير اللحمه. وطبعا التقليه مادام في تقليه يبقى برضو اساسي الرقاق. لازم ايه بتخرطي كميه بصل كده اللي هو ايه كميه محترمه، يعني اللي هو علشان تحسي ان، لان البصل معاكي كل ما بيستوي بيدبل، فبتقلي الكميه طبعا يعني عن كده. تفضلي بقى تقلبي 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 لغايه ما البصله بتاعتك تاخد اللون البني. طبعا انا التقليه عملتها معاكم قبل كده في فيديو، ارجعوا لي لو حابين تعرفوا الطريقه بالظبط علشان ما اطولش عليكم. هي الطريقه انا عملتها قبل كده بكل تفاصيلها بقى وبكل حذافيرها، ارجعوا لها علشان ما اكررهاش تاني وتكون معايا مكرره تاني. كده عندي برضو المطبخ الى حد ما. ده الطبق البامي اللي كنت انا بخرط فيه البصل دلوقتي للتقليه، والطبق التاني ده اللي نقع فيه الترمس. وكنت بشرب طبعا فنجان قهوه اساسي العلبه دي. الرخامه عايزه تتمسح بس وتترتب. وهنا المكان ما بسلق اللحمه وبعمل الطاجن فيه شويه مواعين كده قليله برضو. ان شاء الله بعد الغدا باذن الله هلم كل ده وهيبقى معايا الدنيا المطبخ تمام وزي الفل. هنا كالعاده اولادي رجعوا من المدرسه، الشنط في الارض، الهدوم على الكراسي، الكوتشات في الارض، فالله المستعان. الدنيا برضو هنا عايزه تتكنس وتترتب. كل ده ان شاء الله بعد الغدا هشيل بقى حافظات السجاد دي والسجاد، وهقلب الشقه كلها كده علشان تكون معايا نظيفه وزي الفل. الكرتون طبعا 24 ساعه مشغلينه عندي في المكتبه. وهنا مكانه نايمين الصبح برضو سرير عايز يترتب وعايز يتطبق، وكانوا بياكلوا في الارض، الطبق في الارض، وهدومهم كالعاده اللي جايين من المدرسه وراجعين بيها رامينها لي على الكراسي. والله كتير جدا اقول لهم خدوا هدومكم اول ما تقلعوا وشنطكم وعلقوها، يسمعوا كلامي مره او اتنين وبعد كده برضو يبداوا ان هم يرموا الحاجه تاني. الله المستعان، يعني اللي عندها اولاد ربنا يعينها فعلا ويقويها على اللي هي مستحملاه. عندي كده برضو هدوم في البلكونه عايزه تتلم، هلمها كده كلها، كمية هدوم يعني محترمة. هبدأ ألم الهدوم دي كلها كده علشان أخدها على السرير، وابن صغير كده جنبي وألهيه وأنا أطبقها وأحط كل حاجة في مكانها. متخيلين كمية الهدوم اللي غسلاها قد ايه؟ السبت مليان وفايض قد حجمه تاني. بقى بما اني واقفة كده كل الهدوم كل الهدوم اللي كانت عندي في السبت طبقتها كده، كل واحد فينا على حدة. يعني هدوم اخو جوزي لوحده، هدوم ابني صغير، هدومي، هدوم زوجي، الفوط، مفرش السرير، هدومي انا، هدوم ابني الصغير، الهدوم بتاعه الخروج، اخدتها كده من اولها لاخرها وطبقتها علشان اخد كده كل صف من الهدوم او كل تطبيقه من الهدوم واروح ايه حطها على الدولاب على طول. كده بيسهل عليا وبرتب كل حاجه لوحدها. ساعات باخدهم كده زي ما هم بالثبت وبطبقهم على الدولاب، وساعات تاني كده بطبقهم على البلكونه كده وهما في الثبت وانا واقفه، وودي كل حاجه كده لوحدها. اللي عايز يتعلق يتعلق. وكل واحد يعني انا عندي هدوم اولادي حطاهم في دولاب لوحدهم كل واحد ظرفه، وهدومي انا ومفرش السرير وكده حطاهم، وهدوم جوزي حطاهم في دولاب تاني. دي كده بعض المشتريات البسيطة اللي انا اشتريتها لاولادي في الشتاء. عايزة اخد رأيكم. هي حاجات كده على قد وحاجات بسيطة وحاجات على قد ميزانيتي وميزانية بيتي. ده اول كده سويت شيرت الابن الصغير عنده يعني 6 شهور. ده اشتريته ب65 جنيه. زي ما شايفين معايا كده الاكمام بتاعته عاملة ازاي. هو لبسه قبل كده اللون بتاعه اصفر فاتح، اصفر اغمق من اللي موجود في الصورة. ده ب65 جنيه وهو مبطن كده من جوه زي ما انتم شايفين معايا. ده كده تاني ترنج برضو جبته بس مقاس اكبر شوية. الابن برضو
اللي هو عنده 6 شهور. انا عارفه ان المقاس ده يلبس سنه وزياده، بس انا جبته علشان يعيش معاه للسنه الجايه. هو قماشته حلوه خالص، ومن جوه برضو مش مبطن تبطين كامل، بس قماشته حلوه خالص وبيدفي كده وشكله جميل. وده البنطلون بتاعه، ليه قيس استك كده من تحت، شكله جميل جدا زي ما انتم شايفين معايا كده. ده ب125. هي حبيبتي اللي بتبيع، يعني واحده اعرفها دايما بشتري منها، هي قالت لي ب150، بس علشانك انتي انا هدولك ب125. زي ما انتم شايفين معايا كده شكله جميل جدا وشيك خالص. زيه بالظبط، بس لونه مستردة، هو مستردة اغمق من كده، بس يبين لكم في الكاميرا ان هو اصفر، لكن لا، هو مستردة غامق زي ما انتم شايفين كده معايا. لو غمقت اللون هو برضو اغمق من كده تاني. والبنطلون بتاعه بني، ده البنطلون بتاعه اسود، وده البنطلون بتاعه بني، ونفس المقاس ونفس السعر ب125 جنيه. جبت له اللون ده واللون ده. ده بقى زي بروفل كده او سويت شيرت، يتلبس تحت الجاكيت. ده لابني اللي هو عنده 7 سنين. ده جبته ب65 جنيه برضو. زي ما انتوا شايفين قماشته اللي هي ايه، زي الصوف، بس الصوف الخفيف شوية. ده لابس كده لسن 7 سنين برضو. ده جبته ب65 جنيه. اما ده الاكبر شوية، مقاس ابني اللي هو في اولى اعدادي، ده جبته ب85 جنيه. زي ما انتوا شايفين معايا، ده بيلبسوه كده تحت الجواكت لما بيكونوا ايه خارجين مشوار. لونه رمادي في ابيض في اسود، شكله جميل جدا. ده ب85 جنيه. نفس البروفر كده هو بس اختلاف الالوان. برضو ده الابن اللي هو في اولى اعدادي، برضو ده ب85 جنيه. ده كده برضو ترنج الابن الكبير اللي في اولى اعدادي، زيه بالظبط، بس اختلاف الالوان ان بدل الاصفر ده اللي هو الروز. برضو الابن اللي هو عنده 7 سنين، بس ابني لبسه. ده ب200 جنيه. قماشته كده من تحت زي ما انتوا شايفين القماشة دي، والبنطلون بتاعه اهو. ده الابن الكبير اللي في اولى اعدادي، ده تمنه 200 جنيه. ده كده الشكل الترنج التاني اللي انا هوريه لكم دلوقتي، برضو لابني اللي هو في اولى اعدادي، لانه بيروح دروس وبيخرج كتير وبيروح النادي وبيلعب مع اصحابه وكده، فببقى ايه محتاجه له هدوم وترنجات اكتر من اولاد الصغيرين. لون رمادي زي ما انتوا شايفين، لونه جميل جدا. وده البنطلون بتاعه. ده تمنه 225. زي ما انتوا شايفين كده تقفيلته من تحت. ده ب225. طبعا كده بما اني انا جبت لاولادي، واكيد منساش نفسي. بصوا اديني اي حاجه سودة، يعني بحب الالوان السودة جدا جدا، بعشقها في اللبس. واي حاجه كده سودة تلاقوني ايه مسكت فيها. كل تقريبا 3/4 هدومي لونها اسود، فاي حاجه كده الاقيها ما بصدق. دي بيجامه دفايه شكلها جميل جدا، ومشيتها ناعمه خالص. ده كده الكمام بتاعتها، ودي الرجل كده من تحت، ومشيتها طريه جدا. الجاكيت بتاعها طويل مش قصير، وكمان واسعة اللي هو ايه مريحة. دي دفاية اللي هي ايه تعتبر خريفي. شايفين القماشة دي اللي هي ايه ولا صيفي ولا شتوي. ده تعتبر خريفي، تنامي بيها تلبسيها تحت الهدوم، جميلة جدا. كان في منها لون نبيتي ولون اصفر، بس انا زي ما بقول لكم ادوني اسود هتلاقوني ايه راشقه فيه على طول، لان انا بحبه جدا. برضو ده ابيض في اسود، برضو اي حاجه هتلاقوني بشتريها ابيض في اسود. ده بنطلون بيتلبس برضو زي دفاية او تحت الهدوم، او ممكن تلبسيه تحت اي سويت شيرت في الشتاء، او تحت اي بادي او كده، بيكون جميل جدا. وده كده قفلته من تحت عند الرجلين، قماشته برضو تنفع في الشتاء، حلو خالص. ده ب50 جنيه. برضو طويل كده، انا جبته مقاس اوسع من المقاس اللي انا بلبسه، قلت علشان يكون ايه مريح بالنسبة لي، ما يكونش ايه ماسك قوي.
لان انا بلبس مقاس اصغر من كده نمرة او اتنين، بس انا حسيت ان ده هيكون اجمل وهيكون مريح معايا في اللبس. برضو كان في منه الوان كتير، بس انا حبيت اختار اللون الابيض في اسود ده، حسيته ايه لون جميل، وانا ببقى عارفه الالوان والاشكال اللي هتلاقي عليا اكتر. دي المشتريات اللي انا اشتريتها. في برضو سويت شيرت كده، سويت شيرت الابن اللي عنده 7 سنين هو لبسه، فانا ما صورتوش معاكم، وبرضو الابن الصغير اللي عنده 6 شهور. فالحمد لله كده جبت لهم لبس الشتاء، والحمد لله فضل ونعمه من ربنا. ربنا يعيننا جميعا يا رب، ويرزقنا جميعا يا رب العالمين.